كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات، واش راكم؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مع التغيير تاع الجو هذا الايامات، يعني واحد المرض راهو طايح لينا. يعني ان شاء الله ربي يشفي جميع المرضى. تهلاو في رواحكم، تهلاو في وليداتكم، ما تبقاوش تبدلوا كيما نقولوا القش تنحوا وتلبسوا. كي يبرد الحال تلبسوا، كي يسخن شويه الحال تنحوا. يعني اذا لبستوا حوايج تاع الشتاء ما تزيدوش تنحوهم. راه هذه الغلطه اللي نديروها حنا، كي يتبدل الجو نروحو نلبسو لبسه خشينه، من بعد كي يعاود يسخن الحال نروحو نحوها هكذا. يعني راح نمرضوا باللاغريب. واللاغريب تاع الايامات راهي واعره، راهي فاتت عليا دوك، راني في سمانتين ومازال ما بريتش. المهم البنات اللي راهي مريضه ربي يجيب لها الشفاء. شوفوا البنات، جبت لكم وصفه تاع كسره تاع خبز عفوا كسره كوشه ولا خبز الدار، كل واحد كيفاه يسميه. وصفة اقتصادية سهلة، يعني ما تحتاج دلك ولا تعجنيها لا بيترا لا والو، بيديك فقط تحطها تخمر، تقرصيها في البلا وتدخليها للفور. يعني سهلة ماهلة البنات. راح نرافقها مع حساء خضر. نروح نديروا الوصفات في زوج مع بعضنا البنات ان شاء الله. شوفوا هنا في الحساء تاع الخضر، يعني كل وحده واش متوفره عندها خضره في الدار. انا هنا كما راكم تشوفوا عندي الكرافس اللي هو اساسي في حساء الخضر. عندي اللفت، عندي جريوات ولا الكورجات، عندي زروديه، عندي حبة طماطم كبيرة، حبة بصلة ثاني قطعتها يعني الأربع قطع، عندي حبة بطاطا كبيرة وزوز فصوص تاع ثوم. حطيت كلش مع بعضاه، ما نساش يعني الطرف تاع الدجاج، وإذا ما عندكش يعني استغني عليه، ما هو شرط في الوصفة. راح تبدليه من بعد، يعني كيما نقولوا اذا ما درتيش الدجاج لانه فيه البروتين كيما نعرفوا البنات، من بعد كي ترحوها حطوا الفرماج في بلاصه الدجاج. انا هنا كان متوفر عندي الدجاج، مش متوفر عندي الفرماج. هنا راني ضفت حوالي 2 ملاعق تاع زيت، ما تكثروش الزيت باش تجيكم يعني كيما نقولوا تاع ريجيم، حاجه خفيفه. بعد ما حطيت كلش حطيتها تتقلى البنات. هنا راهو تقطع لي كيما نقولوا راح لي المقطع الاول. شوفوا واش درت البنات، درت كاس ونص حليب ونص، او عفوا هي كاس ونص حليب وكاس تاع ماء دفيتهم. حطيت مغرف تاع سكر، مغرف خميره بياض بيضه، وزوج كيسان تاع سميد. نعاود لكم واش حطيت في الاول. حطيت كاس ونص حليب، كاس تاع ماء دفيتهم مع بعضاهم، حطيت عليهم مغرف كبيره تاع خميره تاع الخبز، حطيت مغرف كبيره سكر وبياض بيضه وزوج كيسان تاع سميد. هذا واش حطيت البنات، يعني ما فاتتكمش يعني الكثير. حطيتها طلعت. من بعد كما راكم تشوفوا حطيت نص كاس تاع زيت، وبديت نخلط بالفارينه حتى نتحصل على عجينه طريه. دوك تشوفوها كيفاه البنات، ما تنشفوهاش ياسر باش تجيكم هشيشه كيما المسكوتشو. دوك تشوفوا النتيجه تاعها في الاخير كيفاه جاتني البنات، جات روعه. يعني تاكلوا منها شغل راكم مشكم قاعدين تاكلوا. هكا وراني نخلط. شوفوا البنات كيفاه نخلط، شغل ندخل فيها الهواء بركه. هذه ما تحتاج لا عجن لا دلك لا تكسر الراس، يعني ليه توجدوها. هاي ليكم البنات كيفاه. حاولوا انكم تخلطوا هكذا باك باليد، دخلوا فيها الهواء لداخل شغل باش تتعلك، يعني دير العلك. نحط الفرينه بالعقل بركه ونخلط ونشوف كيفاه القوام اللي نتحصل عليه. شوفوا البنات بعد ما نشفتها يعني شويه، شوفوا القوام اللي تحصلت عليه. هاي ليكم هكذا. وندير لها شويه زيت من فوق ونغلفها بسربيته ونخليها تطلع. هنا بعد ما طلعت الكسرة تاعي ولا العجينة تاعي، نهبط هذاك الخمور تاعها ونعاود ندخل فيها الهواء. شوفوا كيفاه راني ندير، يعني سهلة. شوفوا القوام تاعها البنات، يعني ماشي هذيك اللي كيما خبز الدار العادي اللي مالفين نديروه نشفوها شوي وندلكوها. هذه لا، جات يعني العجينة تاعها طرية. هنا عاودت خليتها خمرت المرة الثانية.
ندهن يدي بالزيت، ونكون دهنت البلا البنات دهنوه مليح بالزيت ورشوا عليه الفرينه، وقسموا العجينه ذيك على زوز خبزات. راكم تشوفوا البنات راني ما يبستهاش، راهي محسوبه تقريب جاريه يعني العجينه تاعي هكذا. ونقرصها في البلا، نستعين يعني بشوي زيت، ندهن يديا بالزيت خاطر راهي تتلاصق، ومشوها يعني ديروا لها الحيله برك ومشوها في البلا هكذا. ما تديش كامل الوقت البنات وتجيكم هايله تحمار يعني واحد الاحمرار، وعبالكم العجينه كي تكون طريه راهي ليه تخمر ما تبطاش. انا ما دتليش من با يعني ساعه غير ربع يعني في التحضير من الاول للاخير. هنا البلا نزيد نكمل الخبزه الثانيه، نحطها في البلا ونقرصها. كنت دهنته مليح بالزيت باش من بعد ما تلصقش ليكم كي تجوا تنحوها. ندهنها مليح ونرش عليها الفرينه ونقرص الكسره تاعي كيما راكم تشوفوا. هنا بعد ما طلعت البنات، هنا راهي طلعت، راني درت شوفوا صفار حبه تاع بيض. شوفوا البنات هذا البيض تاع الدجاج عرب ماهوش تاع كيما نقولوا تاع الفرنسيس. شوفوا زي اللون تاعو يجي اصفر يعني اصفر قاتم يجي يهبل البنات. قلت لكم ضفت معاه رشه تاع ملح وشويه حليب، خلطها مليح. هذا صفار واحد دار لي زوز خبزات يعني دهن لي زوز خبزات كملهم لي. البياض راني حطيته في العجينه من الاول، وهاني هنا نزينها شوي هكا بالفرشيطه كيما نديروا الكروكون. انتم زينوها تحبوا بالجراره، تحبوا بالموس، تحبوا بصباعتيكم كيما تحبوا يعني التزيين يبقى لكم اختياري. كل وحده يعني كي طيب البنات تدير اللمسه تاعها الخاصه في الطبخه اللي راهي دارتها. نسيت ما قلت لكمش البنات التوابل اللي حطيتهم في الحساء تاع الخضر. درت الكركم، درت الفلفل الكحل، درت الكزبر، كزبر مرحي، ودرت فلفل احمر، ودرت كرويه. هذا ما كان. شوفوا البنات كيفاه جات طريه، شوفوا جات تهبل، شوفوا اللون تاعها كيفاه يعني طابت على وجه واحد كي من تحت كي من فوق. شوفوا زي ما جات طريه وهشيشه وكأنها فارغه من داخل. جربوها البنات وان شاء الله تعجبكم، وبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم وحباباتكم هكذا باش يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. هاي ليكم الكسره تاعنا البنات. شوفوا زي ما جات هشيشه وكأنها مشاهده من داخل يعني بلا تعب بلا دلك لا والو كيما نقولوا خلطها تصفى. هاي ليكم البنات. هنا بعد ما طاب الحساء تاعي راني راح نرحيه. وهذاك الطرف تاع الدجاج نصه حطيته معاه رحيته، نصه خليته من بعد نزين به من فوق. اللي عندها كيما قلت لكم اللي ما عندهاش الدجاج ماشي مشكل البنات تستغنى عليه في الاخير برك دير معاه الجبن، راح يعوض هذاك الدجاج وراح يجيكم ثاني بنين، لانه الكرافس هي اللي راح تبني لكم الحساء تاعكم. اللي تحب ثاني تضيف العدس يعني باش يكون عنده قيمه غذائيه اكثر، دير العدس الاحمر هذاك ثاني يجي هايل مع الخضر. شوفوا النتيجه البنات وشوفوا طريقه التزيين يعني، وكل وحده تزين كيما حبت. الدجاج هذاك راني فتته وهاو ليكم حطيته من فوق، والكسره تاعنا جات حميمره. الله الله البنات، وتاكلوا بالصحه والهنا، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى فيديو قادم ان شاء الله. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل.